المعاشات ما اندفعت على الوقت، والعملة غير مستقرة، وفي عقوبات وحصار اقتصادي. فلول النظام شغالة، مشاكل مع قصد، تدمير الأخضر واليابس. ومع ذلك سيادة الرئيس أحمد الشرع متفائل. خلينا نسمع القصة. أنا الدكتور مازن الصواف استمع اليوم سيادة الرئيس بكل اهتمام لمدة ساعتين لكل مداخلة من أعضاء الوفد، وكان يكتب على دفتره الملاحظات بشكل دقيق ومستمر، رغم أنه كان فعلا منهك، مبين عليه وعلى وشه الإنهاك. أنه كان قبل من الاجتماع صار له ساعات قاعد مع الوفد الصيني، وقال معلقا بعد نهاية المداخلات بأنه هذا الاجتماع كان أفضل اجتماع عقده منذ استلامه للقيادة. طيب شو السبب؟ كان في 30 شخص بما فيهم محافظ مدينة دمشق السيد ماهر مروان. قدم المجتمعون 12 ملف مفصل ومتكامل عن اقتراحاتهم ومشاريعهم والتزامهم بدعم الوطن، وكانت المداخلات مدروسة وسريعة وتضم خلاصة تجارب كل مشارك. قال سيادة الرئيس أنه متفائل جدا بالتطورات على شتى المجالات رغم التحديات الهائلة، وقال كل واحد عم يستنى الثاني، يعني ما حدا عم يساوي شيء لأنه في عقوبات. واحد بيقول طيب ليش أنا لحد هلأ ما شفت حدا عم يشتغل؟ إجوا وفود راحوا إجوا وحكوا طقوا، بس ما حدا بلش بالشغل على الأرض. كله خايف، بيقول لو كان في حدا اشتغل كنا فهمنا، بس باعتبار ما حدا اشتغل معناتها في مشكلة، في شيء. فكل واحد عم يستنى الثاني وبالتالي ما عم يصير شيء. لا تنتظروا حدا، يلي ببلش الثاني بيقلده، الثالث بيقلده، متى ما اشتغلوا 3 4 5 بالمشاريع بتلاقي كرة المسبحة وبيمشي الحال. بنفس الوقت قال انه لازم نكون ما نتحمس زيادة وتاخدنا العواطف ونركض ونعود يجوا المهجرين ويرجعوا على البلد ويلاقوا لا في كهرباء ولا في مي ولا في مؤسسات ولا في تنظيم، وفي غلا، ويرجعوا على بلاد الغربة مرة تانية ويرجعوا ما يرجعوا لا ب10 سنين. فلا بدنا ما لازم ننظم عودة اللاجئين، رغم انهم حماسهم سببه هو عودة الانتماء للوطن. يعني فعلا نحن هلا حاسين انه رجعت سوريا للسوريين، ما عادت مسروقة من بيت حافظ الأسد وابنه. بعدين قال لازم نستثمر بالنزاع الاقتصادي الأمريكي الصيني الأوروبي لصالح سوريا. يعني فعلا الخلاف هذا اللي صاير ممكن نستفيد منه. لذلك من كانت اجتماعاته مع الوفد الصيني. الصين فيها تشحن كل شيء بدنا اياه، من مترو لمحطات طاقة لسكك حديدية، أجهزة إلكترونية، سيارات، باصات، آليات ثقيلة لترميم المدن والبنى التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي والمواد الأولية اللي بدنا إياها بالصناعات. يعني شو بدنا موجود بالصين. دخل الفرد في سوريا $350 سنويا حاليا، والشيء بيجعلها قابلة لمنافسة تركيا ومصر والهند، والاستفادة من موقعها الجغرافي في التصدير، وكذلك الاستفادة من تعاطف جميع الشعوب معنا، ونكون نحن يعني قادرين على المنافسة بشكل مستدام. كما تحدث كمان عن الدعم الذي بتقوم فيه الدولة. قال إنه مثلا
دعم الخبز أو الحنطة وقال بكلف الدولة $1,000,000 يوميا، يعني 365 مليون دولار سنويا، والدولة حتستمر بهالشي. بس لا يمكن انه كمان نتوقع انه والله صارت الدولة مسؤولة عن إعالة الجميع. لازم على جميع السوريين إعالة أنفسهم وأقربائهم وقراهم ومدنهم، يعني هذا بصير. أما أنه تكون الدولة مسؤولة عن كل شيء، هذا مستحيل حتى بأحسن بلاد العالم، فما بالك بالوليد الحديث الهش اللي هلا طالع. خلينا نتحدث عن شو نوع الدولة اللي نحن بنريد نبنيها. هل هي اشتراكية أم ديمقراطية أم حكومة تكنوقراط، أم ربما الأفضل أن تكون حكومة ذكية مبدعة، يعني بيخلقها السوريين شغلة تكون مفبركة لأول مرة سوريا بتساويها لتلائم أوضاعهم وطموحاتهم. وقال أنه سينظم ورشات عمل مستمرة للحوار واستغلال الخبرات التراكمية للأشخاص الذين عاشوا وتشربوا بالقدرة على العمل الجماعي والحوار الحضاري في بلاد الغربة. وتحدث عن أهمية السوق الحر، ولكن أيضا عن أهمية حماية الصناعة الوطنية مثل كل ما بتعمل كل دول العالم. وقال أنه ما عنا عصا سحرية لحل جميع المشاكل ببضعة أشهر. وتحدث أيضا أنه ما بده نعمل دراسات ومشاريع تبع 10 سنين وال15 سنة، لأنه ما عندنا قاعدة بيانات حقيقية قبل ما نعمل هيك شغلات. يعني كمثال مثلا الدخل اللي بيجي عن المعابر الحدود، لما بتمشي تفوت البضاعة بيبقى البضاعة مكتوب عليها أنها بتسوى $500، وبتوقعوا ناخد جمارك عليها بهالرقم، رغم أنه نحن بنعرف أنه لا، هي مكلفة 5000 أو 7000. فلازم نضبط كتير أمور قبل ما نعمل خطط تبع 10 سنين و15 سنة. فبيهمه كتير أن نعمل خطط تبع السنة الجاية أو السنتين، بس مو بأهم شيء السنة القادمة. فأي واحد بده يشتغل، وخاصة إذا جايب معه التمويل، مو جاي يطلب من الدولة تموله، جايب معه التمويل مثل ما عم نعمل نحن بالمشاريع المنتدى الاقتصادي السوري للتنمية. فهالشي هو اللي خلاه يتحمس وينبسط ويقول هذا أحسن اجتماع حضره لهلأ. كمان وعد أنه تستمر اللقاءات في المستقبل القريب، وأنه يجمعنا مع المسؤولين في كل قطاع من قطاعات الدولة. كان بداية الاجتماع أنه استمع لمؤسس المنتدى الاقتصادي السوري للتنمية، اللي كان اللي هو المهندس عماد الغرواتي. وكانت هي أول زيارة له من 14 سنة، وحكى حكي كتير حلو ومؤثر. تجاوز أعضاء المنتدى اليوم أكثر من 450 عضو خلال شهر ونص، وبدون أي دعاية. بس كل واحد بخبر الثاني، كله ما شاء الله يعني قامات رائعة. المهندس محمد الشاعر كان مسؤول عن الملف الاقتصادي، الدكتور خلدون الشرع عن ملف العلاقات مع الإمارات، السيد محمد حملي كان مسؤول عن الصناعة مع السيد نور الدين سمحة،